مساء الخير حبايبي، يا رب تكونوا بخير. يلا نعمل بقى شوية فطير لزوم الشتا بقى ولزوم الدفا. أكلة بقى تبقى بسيطة كده، فطير وجبنة وطماطم وخيار ونقضي بيها يوم. هنعمل فطير بطريقة سهلة وبسيطة وناجح معاكي 1000000%، من غير ما تحتاجي تفردي كتير ولا أي حاجة. شكل الفطير أهو بيتكلم عن نفسه، مش عايز كلام، وبقل كمية زبدة ممكن تستخدميها، وهي الطريقة هي اللي بتفرق في عمايل الفطير. لونه انتوا شايفين اللون الذهبي المحمر من غير فلاتر ولا اي حاجة. ومن جوه ابيض كده ومورق، وهنشوف الطريقة وهتدعولي عليها. طريقة سهلة وبسيطة وناجحة، وهتاكلوا احلى شوية فطير في حياتكم ممكن تعملوها، ورقات رقيقة جدا. يلا مع بعض نحط لايك ونحط شير ونحط سبسكرايب لو ما اشتركناش لسه، وكومنت حلو منكم يبقى كتر الف خيركم. معايا نص كيلو دقيق، هحط عليه معلقة سكر، واحط عليه نص معلقة ملح، وممكن تخلي معلقة السكر دي معلقتين لو عايزة تاكلي كتير كده لوحده من غير اي حاجة. خلاص، سهل بقى وبسيط. الدقيق اللي انا بستخدمه في الفطير بيكون دقيق جميع الاغراض. هحط مكون هحسن بيه جودة الدقيق، علشان لو دقيقي بيفشل في الفطير هينجح بالطريقة دي. خلاص، دي معلقة السكر معلقة كبيرة من بتاعة الأكل، ونص معلقة ملح صغير، وخلاص كده. هحط بقى المكون، هحط نص معلقة بيكنج باودر صغيرة، ودي هحسن بيها الدقيق كأنها محسن بالظبط للدقيق، عشان أضمن ينجح معايا. وعشان احنا في الجو دافي نحط سقعة، يعني قصدي شوية. هحط كوب، يعني هعجن بمية دافية، مش هعجن بمية من الحنفية، هدفي المية شوية كده وهعجن بيها عشان أريح العجين بسرعة ويخلص معايا بسرعة. هلم بإيدي كده. النص كيلو بياخد كوباية مية، وكمان ممكن معلقة أو معلقتين. عجينة طرية ما بتلزقش في الإيد، بس مخدومة حلو، يعني عجنيها دقيقتين تلاتة كده، بس تكون طرية ما تكونش متماسكة قوي عشان تفرد معاكي بسهولة، وما تقطعش وانت بتفرديها. وما تكونش طرية قوي علشان برضو وانت بتفرديها هتقطع منك ومش هتبقى كويسة، وهتسيح العجينة ببعضها. خليكي عارفة العجينة متوسطة، لا طرية تسيح ولا جامدة تقطع. خلاص، هخلص الكمية كده كلها، هعجنها قصدي حلو كده دقيقتين لحد ما الطبق ينضف وتنعم في ايديا وما تلزقش في ايديا كده. بعد ما اتعجنت هحط معلقة زيت، هدم بيها العجينة وهدم بيها البولة، واغطيها بكيس واسيبها ترتاح ما يقلش عن ساعة، ساعة ونص، ساعتين في الجو اللي احنا فيه ده. خلاص، علشان بس تبقى عجينتك حلوة. بعد ما ارتاحت ولقيتها ريحت واحط ايدي فيها ايدي تعلم وما ترجعش، صينيه مدهونه زيت، وبدات اكور الكور دي قد الليمونه كده. اعمليها بقى زي ما يطلعوا معاكي، زي ما يطلعوا معاكي. قسميها بقى برضو على عدد الفطاير اللي انت عايزه تعملي. عايزه تعملي فطيرتين، عايزه تعملي تلاتة، عايزه تعملي 4 صغيرين، قسمي الكور عليهم. خلاص، عشان الناس كتير بتقولي نعملها كام كوره. لا، براحتك. فطيرة تخينة محملة اعملي نص كيلو كورة. فطيرتين متوسطين حلوين برضو النص كيلو قسميهم على 2. 3 فطاير صغيرين واخف شوية قسميهم على 3، هكذا يعني. شوفوا معايا معلقتين 3 زبدة، يعني حوالي بالكتير 100 جرام زبدة. سيحتهم على النار زبدة بس، ما حطيتش الزيت بقى هنا، وشوية زيت كده هفرد عليهم بس. دهنت الطبق اللي انا هفرد عليه زيت، وجبت قطعة يعني انا بعمل هقسمه على فطيرتين، عملت قطعتين اكبر من الاحجام العادية. جبت اول واحدة وفردتها، وفردت على طبق اهوت، علشان ما حدش يقول الفطير عايز مساحة وعايز رخامة وعايز صينية. لا ابدا، طبق كبير او صينية شاي هتعملي عليها الفطير. وحطيتها اللي اخلصها احطها في صينيه. اول واحده بحطها في صينيه، بمسك واحده واحده بعد كده، هدهن ايدي زيت وهدهن ايدي زبده. خلاص، واللي بخلصها شايفين دهنه خفيفه بتروح ايدي، يعني بقى ده دقيق خفيف، فطير خفيف. وعشان الزبده غاليه والسمنات غليت، فاحنا بنعمل حاجه اقتصاديه بس في نفس الوقت تبقى حلوه، مش تبقى حاجه اقتصاديه وحشه. دهنت ايدي دهنه زبده خفيفه كده بتروح ايديا، وبدات افرد بيها العجين، ومش هتاخد معاكي كميه عجين كتير ولا اي حاجه، كميه زبده كتير. كل واحده بنفس الحكايه. طبعا وانا بقطع الفطير كور انا كنت دهنه ايدي زيت، وبقطع قطعه قطعه وانا دهنه بالزيت.
باحطهم بقى على بعض، قسّمتهم على عدد الكور، يعني تقريبًا كل فطيرة 12 كورة، 13 كورة، 14 كورة، حسب ما بيطلعوا معاكِ بتقسّميهم، عشان عايزاهم فطيرتين محمّلين شوية زي ما أنتم شُفتوهم كده في الفيديو. خلاص كده أهو هاعملهم كلّهم، شايفين ما بتقطعش وبإيديّا وبتفرد، لإن عجينتي مفرودة كويس، دقيقي حلو، حاطة زيت عشان أفرد عليه وطروف إيدي سمنة، شايفين طروف إيدي. ممكن على فكرة الناس اللي ما عندهاش زيت بقى ممكن تحط سمنة، بس هي صدقوني مش السمنة دلوقتي الصناعة دي سمنة فرد بتمن الزبدة الصناعي، فلو خدتِ منها معلقتين هتقضّي معاكِ الغرض يعني، بس لو ما عندكيش سمنة برضه تنفع. بس كده وهاخلّص الكمية كلّها. وهاخلّص أول فطيرة وهافردها على بعضهم، جِبت آخر واحدة وحطيت عليها ال يعني كمية النُص يعني الفطاير اللي هتقضّي فطيرة، وبدأت أدهن إيدي برضه سمنة وألمّهم كده زي البوجة بلَمّة عشوائي كده، وهاجيب الصينية وهادهنها برضه زبدة على زيت من نفس المادة الدهنية اللي أنا بادهن بيها، وهاحط فيها الفطيرة اللي أنا عملتها كده. أقلبها طبعًا وأخلّي الحتة الملمومة من تحت. وهاغطّيها بكيس، والكيس في الخطوة دي مهم جدًا، لإنه بيعرّق الفطيرة وبيخلّيها تفرد وترتاح معاكِ بكل بساطة. هاعمل كده وهارجع أعمل التانية بنفس الطريقة اللي أنا عملت بيها الأولانية، الفطيرة الكبيرة في الأول والصغيّرين عليهم. بصراحة ربنا يعني مهما عملت فطير، هي الطريقة دي أنجح فطير، أنا عاملة معاكم أزيد من 100 طريقة للفطير. بس ألِف، ولمّا أكون عايزة أعمل فطير ليّا أعمله بالطريقة دي، بس كده وأدهن، بس كده. شايفين بقى وأفرد بعد ما خلّصت أو تاني واحدة رجعت لأول واحدة وبدأت أفردها بإيديّا كده. خلاص، هاغطّيها بكيس وأسيبها ترتاح كمان حوالي نُص ساعة كده على ما أشغّل الفرن فوق وتحت على درجة حرارة عالية، أيوه الفرن يبقى سخن. أنا هنا سوّيت في الفرن الكهربا، لكن فرن البوتاجاز سوّي نفس الطريقة. على فكرة فرن الكهربا لو عرفتِ تتعاملي معاه حلو بيضبط معاكِ الحاجة وبيطلّع الحاجة أسرع وأنجح. يعني ليه متحكمة فيها قدّام عينيكِ غير ما بتوطّي وتشوفي وتزُقّي الصواني. خلاص شوفوا الفطير قَب إزاي، وأدي الفطيرة طلعت من الفرن، مش عايزة أقول لكم شكلها أهو، واضح إنها جميلة ومشهية جدًا. خلاص هاركنها بقى أنا وهادخّل التانية مكانها، ولو عايزاها طرية دي